سمعت قصة من أحد العلماء الأكابر من آل بيت النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم، إمام في الباطن والظاهر، وهو سيدي الحبيب زيد بن سميط في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا دعاء نعم عظيما، هذا الدعاء له سر كبير، وهو: اللهم يا ساتر الحال لا تكشفه يا الله. اللهم يا ساتر الحال لا تكشفه يا الله، سترك الذي لا ينكشف في الدنيا والآخرة. اللهم يا ساتر الحال لا تكشفه يا الله، سترك الذي لا ينكشف في الدنيا والآخرة. قال هذا الدعاء له سر عظيم، وخصوصا في تفريج الكربات، تيسير الأمور.